السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هتكلم معاكم عن موضوع اتكلمت فيه من حوالي 7 شهور، بس بعض الأصدقاء قالوا لي يا ريت تتكلم فيه من جديد بشكل تاني في فيديو واحد، لأن من 7 شهور لما اتكلمت فيه كنت عامله 7 أجزاء. أنا ليه بحب حسني مبارك؟ طبعا ناس كتير قوي هتقول لي ازاي تحب واحد فاسد مجرم قتال قتلة حرامي جاب لنا الامراض. مش دي كل الاسباب اللي بتخلي كارهه حسني مبارك يقولوا ان هم بيكرهوه عشانها؟ جميل قوي. طيب ماشي، انا عايز اوريكم ان كل اللي بيكرهوا حسني مبارك بيكرهوه علشان اسباب معينه. دلوقتي القضاء هو الوحيد اللي ممكن يقول كلمته فيها. انا بحب حسني مبارك وحبي ليه جزء من حبي للتاريخ. ممكن اثبت الكلام دوت دلوقتي. انت بتكره حسني مبارك، قول اللي انت عايزه، قول اللي انت عايزه. اعتقد مفيش حد بيكره حسني مبارك غير عشان الاسباب دي. جميل كده، جميل كده. المهم، انا ليه بحب حسني مبارك؟ مش هتكلم عن حسني مبارك من سنه 47 ومن سنه ما دخل الكليه الحربيه لغايه ما بقى الرئيس. انا هتكلم عنه من ساعه ما بقى رئيس لغايه 2011. حسني مبارك لما بقى رئيس جمهوريه مصر العربيه في 81 استلم البلد من السادات، وكان فاضل رفح الشماليه ما رجعتش، بترجع طبعا بمحض الاتفاقيه بتاع كامب ديفيد، وشرم الشيخ وطابا. ففي 81 حسني مبارك بفضل الله في اخر 81 وفي اول 82 رجع شرم الشيخ ورجع رفح الشماليه ورفع العلم بتاع مصر على المنطقتين دول. وجينا ناخد طابا، فاسرائيل قالت له لا دي طابا بتاعتنا، فحسني مبارك قال لا طابا بتاعتنا. المهم حصلت مشكله بين مصر واسرائيل، حسني مبارك صمم على ان طابا بتاعتنا. طيب اديكم نبذه بسيطه بس عن طابا قبل ما اتكلم عن الاشكال اللي حصل بيننا وبين اسرائيل وازاي اتحل. طابا دي بالنسبه لنا انيس منصور بيقول ان طابا بالنسبه لنا كانت عباره عن منطقه نتوقع ان مساحتها تكون 150 كيلو متر مربع او على الاقل 50 كيلو متر مربع. ما كناش متخيلين ان هي كيلو الا 100 متر. ماشي، دي مساحه طابا الحقيقيه. المهم، امريكا تعمل ايه عشان خاطر تقنع حسني مبارك انه يتنازل عن ولو لجزء بسيط من طابا؟ بعتت له واحد اسمه الكسندر هيج. امريكا بعتت وزير خارجيتها الكسندر هيج سنه 82. بعتته ليه؟ مصر علشان يتفاوض مع حسني مبارك ويعمل حوار بينه وبين اسرائيل يساهم او يساعد على تقسيم طابا بين مصر وبين اسرائيل. المهم، حسني مبارك رفض فكره الكسندر هيج، وقال لالكسندر هيج ان طابا من اللحظه دي هي الاراضي المقدسه المصريه والموضوع منتهي، والكلام ده كان في حوار صحفي عالمي. طيب الكسندر هيج وزير خارجيه امريكا من سنه 81 لغايه نص 82، يعني هو عاش مثلا وزير خارجيه امريكا سنه ونص بس. كان دوره الرئيسي والاساسي انه يقنع مبارك بانه يتهاون في المشكله بتاعت طابا. ايه بقى شكل التهاون الله اعلم. المهم، حسني مبارك رفض فكره المصالحه بيننا وبين اسرائيل على جزء او شبر من ارض مصر. هنا بقى البند السابع من اتفاقيه كامب ديفيد بينص على ايه؟ لما تحصل مشكله بيننا وبين اسرائيل تتحل بالتفاوض. البند السابع من الاتفاقيه عباره عن فقرتين. اول فقره بتقول ان اي مشكله بيننا وبين اسرائيل تتحل بالتفاوض. طيب لو ما اتحلتش بالتفاوض نروح للفقره الثانيه من البند السابع من الاتفاقيه بتاعت كامب ديفيد. بتقول ايه الفقره الثانيه؟ بتقول ان احنا لو التفاوض ما جابش نتيجه نعمل حاجه من الاثنين، يا اما الوفاق نجيب طرف ثالث يوفق بين مصر واسرائيل على المشكله، يا اما التحكيم الدولي. وحسني مبارك من 82 وهو رافض اصلا التفاوض او التوفيق. ماشي، فحسني مبارك في 85 في 15 مارس 85 جمع لجنه قوميه عليا غرضها الاول والاساسي والاخير ان احنا ندافع عن ايه؟ حقنا في طابا ونرجع طابا كلها. اتشكلت اللجنه القوميه العليا وكان فيها بعض الافراد من المعارضه، اعتقد من حزب الوفد باين اعتقد يعني. المهم، وحسني مبارك كان كل اللي يهمه المصريين اللي هيبقوا مشكلين للجنه دي، غرضهم وهدفهم الاول والاخير ان احنا نرجع طابا. قعدت المناوشات بيننا
وبين اسرائيل لغايه 88. اللجنه القوميه العليا اللي حسني مبارك شكلها ضم فيها علماء تاريخ طبعا وسياسيين وجغرافيين ورجال قانون ورجال مساحه، سافروا تركيا وسافروا السودان وسافروا لندن علشان يجيبوا وثائق ومخطوطات تثبت احقيه مصر في امتلاك طابة. المهم خرائط تثبت احقيه مصر في امتلاك طابة منذ الانتداب الانجليزي على فلسطين في اوائل القرن العشرين. المهم بفضل الله في 88 اتشكلت المحكمه اللي هتحكم بين مصر واسرائيل في احقيه طابة للاثنين. قعدت حوالي 14 شهر، وفي 15 مارس 89 اتحكم لمصر انها بتمتلك طابة. محكمة العدل الدولية حكمت لمصر ان طابة من حقها. عارفين ليه انا بحب حسني مبارك؟ لانه مش خاين وكان يقدر يبيع طابة. لو كان خاين ازاي؟ انا وانتوا هنفترض دلوقتي ان حسني مبارك خاين، هيتفق مع الامريكان واليهود عامة على مبلغ معين هياخده مقابل طابة، وصلاحيات معينة هياخدها مقابل انه يتنازل عن مثلا جزء من طابة. ده يا راجل ده ما تنازلش عن نص طابة، كان ممكن يتفاوض على 450 وهم 450 والموضوع انتهى. يعني كل واحد فيهم نص كيلو وخلاص قسموا طابة. حسني مبارك ما عملش كده. لو هو خاين وعميل كان يقدر يبيعها. ازاي؟ ممكن اليهود يعرضوا على حسني مبارك مثلا 500 مليار دولار، كتير قوي، اي مبلغ معين. في واحد ممكن يقول لي من الشعب لا ما كانش يقدر يوافق. ليه ما كانش يقدر يوافق؟ هيقولوا لي علشان حسني مبارك لو كان موافق كان الشعب هيعرف. الشعب كان هيعرف من خلال مين؟ اذا كان انيس منصور بيقول ان الطابة دي ما حدش كان يسمع عنها اي حاجه، وانا افترض ان الشعب كان هيعرف. ازاي الشعب كان هيعرف؟ الشعب كان هيعرف من خلال اللجنه القوميه العليا اللي اتشكلت. هنقول ان اللجنه القوميه العليا اللي اتشكلت دي هتفتن ضد حسني مبارك للشعب. طيب ازاي هتفتن؟ هو حسني مبارك مش بعض من اللي بيكرهوه بيقولوا ان هو قتل السادات، يعني هو مجرم، صح؟ جميل قوي. حسني مبارك ممكن يجيب الافراد اللي بيكونوا اللجنه القوميه العليا ويقول لهم كل واحد فيكم هياخد 10 مليون دولار مثلا مقابل انكم تسكتوا في التحكيم الدولي وتقولوا ان المحكمه الدوليه حكمت لصالح اسرائيل، ومحدش من الشعب هيعرف يكتشف الموضوع ده لان دوت تحكيم دولي. في واحد ممكن يقول لي طب انت عايز تقول ايه؟ انا شايف ان لو حسني مبارك عرض عليهم وهم رفضوا، هفترض معاكم ان هم رفضوا لان هم شرفاء. مش حسني مبارك كان يقدر يقتلهم؟ ده قتل رئيس جمهوريه مصر العربيه، قتل صديقه السادات. فحسني مبارك ما عرضش رشوه على اللجنه القوميه العليا اللي جابت طابة بفضل الله. وحسني مبارك ما قتلش حد منهم، وحسني مبارك بفضل الله صمم على طابة وخدها لانه مش خاين ومش عميل. يبقى اول جزء مخليني احب حسني مبارك ولاءه وانتمائه لمصر والقضيه طابة وشرفه. ودي معركه انا بعتبرها معركه سياسيه وحرب سياسيه بين حسني مبارك وبين المنظمه الصهيونيه الدوليه. نجح فيها حسني مبارك بجداره وبكفاءه وجاب طابة في الوقت اللي كان يقدر يبيع فيه طابة. حسني مبارك كان يقدر يبيع طابة وكل الظروف كانت هتبقى مهيئه لان الموضوع بيننا وبينهم ما كانش من خلال اول جزء من البند السابع اللي في معاهده كامب ديفيد اللي بينه وبين اسرائيل اللي هو التفاوض. لا ده مفيش تفاوض حصل، لا. ومش الجزء الاولاني من الفقره الثانيه من البند السابع اللي هو التوفيق. مفيش حد جه عمل توفيق بيننا وبين اسرائيل زي ما امريكا كانت عايزه تعمله في 82. لا ده حسني مبارك جابه بالتحكيم الدولي بالقانون الدولي. حقنا يعني جاب حقنا بالقانون الدولي. فاهمين؟ يعني كان ليه مليون طريقه لو هو خاين ممكن يلعب فيهم وما يوصلش لمرحله التحكيم الدولي. فده اثبات ان حسني مبارك في بدايه حكمه شريف وطاهر، صح؟ انتوا عايزين تقولوا لي طب قول لنا بقى ال10 سنين الثانيه وال10 سنين الاخيره. هقول لكم طبعا ايه اللي حصل، بس برضه في حاجه حصلت في اول 10 سنين لازم نتكلم عنها وهي جامعه الدول العربيه. حسني مبارك ابتدى من 2005. انا ما كنتش بحب حسني مبارك 2003 2005. حاجات معينه خلتني احب حسني مبارك او اهتم باني اتفرج على حسني مبارك واشوفه بيقول ايه واطبق اللي هو بيقوله مع احساسي مع التاريخ مع الحقيقه. ماشي؟ يعني انا وانا في ابتدائي علموني في المدرسه ان عبد الناصر هو الرئيس القوي الصعيدي اللي عايز يجيب حقنا، اللي امم قناه السويس، اللي بنى سد العالي، ودي كلها حقائق.
فبالتالي كنت بحب عبد الناصر لغايه سنه 97، لغايه ما دخلت الجامعه. لما دخلت الجامعه بقى، ولا عبد الناصر ولا السادات ولا مبارك ولا اي حد، ما كنتش فاضي اصلا للسياسه. ايام ما كنت شاب ما كنتش فاضي للكلام دوت. انا احب الرئيس ليه؟ السياسه مش في نافوخي. واقسم بالله العظيم ما كنت هعمل كل دوت لولا اني شفت اللي حصل في 28 يناير بعيني. يعني انا كنت في ميدان التحرير في 28 يناير وسبت الميدان الساعه 9 بالليل. المهم بحبي لمبارك نقدر نقول مثلا ابتدى من سنه 2003 2005 في الفتره دي يعني. في ناس بتكره حسني مبارك محترمين. ليه؟ لان الحب زي ما قلت لكم ميول الحب دوت ميول، صح؟ فاللي بيكره حسني مبارك ومش بيشتمه ده راجل محترم، من حقك تكرهه او تحبه، لكن تشتمه ليه وتقل ادبك عليه ليه؟ ايه اللي انت هتاخده لما تشتمه؟ حسني مبارك دلوقتي متهم، والقضاء اللي هيبين اذا كان مدان ولا بريء. خلاص الموضوع منتهي. لكن انا بحبه من التاريخ، انا بحب حسني مبارك لاني بحب بلدي، وحبي لبلدي في واحد ممكن يقول لي طب وحبك لبلدك دوت مش يجي بعد حبك للدين؟ وحسني مبارك عمل ايه للدين؟ لا، حسني مبارك عمل حاجات كتير قوي. حسني مبارك قعد 30 سنه بيحارب التوسع الشيعي في منطقه الخليج العربي وفي شمال افريقيا، صح ولا لا؟ المهم يعني في حاجات كتير قوي حسني مبارك حافظ على الماده الثانيه من الدستور. المهم انا مش عايز اقول بقى ان حسني مبارك كان شيخ وواعظ ورجل دين وداعيه اسلامي، لا. حسني مبارك لو كان غلط، القضاء الوحيد، الحاجه الوحيده اللي ممكن تحاكم حسني مبارك هي القضاء. وعايزكم تشوفوا كده مين في تاريخ الدوله الاسلاميه او في تاريخ مصر الحديث سمح للقضاء ان هو يحاكمه. حلو؟ وعايز اقول للمسلمين اللي بيقولوا ان هم اتعذبوا في عهد مبارك، المسلمين اللي دخلوا امن الدوله واتعذبوا في امن الدوله، هو انتوا تيجوا ايه في عبد الله بن الزبير بن العوام؟ تعذيبكم دوت يجي ايه في اللي عمله الحجاج بن يوسف الثقفي في عبد الله بن الزبير بن العوام؟ اي واحد بيقول ان هو من اهل السنه والجماعه وصبر على تعذيب امن الدوله وعذاب امن الدوله وجلد امن الدوله، جاي دلوقتي يقول ان مبارك كان وحش عشان الحاجه دي؟ طيب الحجاج بن يوسف الثقفي ذبح عبد الله بن الزبير بن العوام وسلخوه وعلقوا. طب اوريكم حاجه تانية من خلالها انا بحب حسني مبارك او بسببها انا بحب حسني مبارك. السادات لما عمل اتفاقيه كامب ديفيد والعرب عرفوا ان هو هيعملها خلاص، في 78 79 العرب عرضوا على السادات ان هو ما يكملش المعاهده دي، وهيدوا له 11 مليار دولار عشان مصر تبني نفسها اقتصاديا لانها خارجه من الحرب والكلام دوت اللي احنا عارفينه. السادات رفض وقال انا خلاص اديت كلمه لليهود ومن حق السادات يقول الكلام دوت، وانا مش هحاسب السادات، احنا استفدنا من الاتفاقيه الحمد لله رب العالمين. لكن ايه اللي حصل بين مصر وبين الوطن العربي لما عملنا المعاهده دي؟ عملوا جلسه في جامعه الدول العربيه في بغداد في العراق وسموها جبهه الرفض، ورفضوا المعاهده بتاعت كامب ديفيد بيننا وبين اسرائيل. ولو كمل الاتفاقيه هنطرد مصر من جامعه الدول العربيه وننقل مقر جامعه الدول العربيه من القاهره ونوديها تونس. وبالفعل يا جماعه حصل، السادات صمم على مبدأه ومصر اتطردت من جامعه الدول العربيه، شالونا وقفوا عضويتنا في جامعه الدول العربيه ونقلوا مقر جامعه الدول العربيه من القاهره وودوه تونس. الوطن العربي يا جماعه كله قاطعنا الا دولتين، سلطنه عمان والسودان. حلو كده؟ ومات الله يرحمه السادات في 81 وجه مبارك زي ما قلت لكم في موضوع طابه، رجع رفح الشماليه ورجع شرم الشيخ مبارك ورجع طابه. مبارك وهو بيرجع طابه يا جماعه بص، من 85 لغايه 89 مبارك عمال يكلم امراء وملوك الدول العربيه ويصالح بين مصر والدول العربيه ويفهمهم ان السادات كان قصده المعاهده دي من خلالها احنا هنبني نفسنا عسكريا واقتصاديا وفي مجالات كتيره قوي. فما تفهموش ان السادات كان بايعكم، ده مبارك يعني بيحاول يصالح الوطن العربي برؤسائه وملوكه وامرائه. المهم وبفضل الله مبارك قعد حوالي 5 سنين من 85 او من 84 لغايه 89 في مفاوضات مع الدول العربيه، ونجح مبارك بفضل الله، نجح مبارك بفضل الله نجح في انه ينقل
مقر جامعه الدول العربيه من تونس ويرجعوا للقاهره تاني. وعلاقاتنا رجعت بفضل الله مع باقي الدول العربيه اللي كانت معاها طعامه. عرفتوا ليه انا بحب مبارك؟ لانه مبارك لو عميل الامريكان ما كانش هيهتم بانه يلم شمل الوطن العربي تاني. صح ولا لا؟ بالعقل كده اللي بتكرهه مبارك. يا جماعه عايزين نتجرد من حبنا ليه. اقسم بالله العظيم وانا بتكلم عنه دلوقتي انا بتكلم من التاريخ. اللي انا بقوله دوت تاريخ، لو اللي انا بقوله غلط اي حد ممكن يرد عليا عادي. انا بحب مبارك من التاريخ اهو، بقول حقايق وبعترف ان هو اكيد غلط لان هو عبد عند رب العالمين لازم يغلط. المهم فمبارك لو كان عميل الامريكان ما كانش هيسعى ان هو يصالح الوطن العربي، كان هيلزق لاسرائيل، كان هيلزق للامريكان. في بعض الاغبياء بيقولوا ان مبارك كان عميل مع اسرائيل ولازق لاسرائيل. لو قدروا يثبتوا ان هو كده خلاص ماشي، كلنا هنقول خلاص ده عميل لاسرائيل. لو اثبت اللي بيكره مبارك وبيقول ان هو عميل لاسرائيل خلاص، اللي انا بوريه لكم دوت بيثبت ان هو مش عميل لاسرائيل ولا الامريكي. مبارك لو عميل للامريكان كان هيقسم طابه، مش هقول لكم كان باع طابه، كان هيقسمها. مبارك لو عميل الامريكان ما كانش هيهمه علاقته بالوطن العربي. اما امير قطر يبقى ايه؟ انتوا دلوقتي بتقولوا على مبارك عميل الامريكان. هو مبارك عمل قاعده امريكيه في اواخر الثمانينات في صحراء مصر؟ لا. عمل قاعده امريكيه في التسعينات لما طلبوا منه ايام كلينتون؟ لا. عمل قاعده امريكيه في بدايه الالفيه لما طلب منه بوش؟ لا. طب عمل قاعده امريكيه لما اوباما كلمه يوم 28 يناير بالليل نص ساعه وطلب منه انه يعمل قاعده امريكيه؟ برضه مبارك ما عملش قاعده امريكيه، وفضل ان هو يدافع عن البلد لاخر لحظه. المهم موضوع تاني ده بنتكلم فيه. فانتوا احكموا على امير قطر، احكموا على امير قطر. مبارك عاش 30 سنه بفضل الله يقوي في الجيش بتاعه، ازاي يبقى عميل الامريكان؟ يا اغبياء اللي بتقولوا ان هو عميل الامريكان، يا اغبياء. هو في العميل يا جماعه ما يهتمش بالبنيه العسكريه، العميل ما يهتمش بتسليح جيشه، لان هو معتمد على مساعدات الخارجيه والغربيه، فعادي. المهم في واحد ممكن يقول لي طب على عيني وعلى راسي، ده مبارك كان زي الفل في اول 10 سنين وكلنا بنقول كده. ده حتى اللي بيكرهوا مبارك بيقولوا ان مبارك كان في اول 10 سنين شاطر. قول لنا بقى على حاجات حلوه هو عملها تاني تبين ولاءه وانتمائه لمصر والامه الاسلاميه والوطن العربي. اقول لكم كلنا شفنا محاوله اغتيال مبارك في 95 96 في اثيوبيا، وكلنا شفنا ان التقارير الاستخباراتيه قالت ان بعض العناصر الارهابيه من السودان واثيوبيا هم اللي حاولوا يقتلوا مبارك. جميل قوي. طيب تعالوا نشوف محمود صبرا بيقول ايه. محمود صبرا ده سكرتير مكتب رئاسه الجمهوريه 18 سنه في عهد مبارك. محمود صبرا ده جيب قناه الحياه وقعد يقول مساوئ حسني مبارك، وقعد يقول صفات وحشه جدا في حسني مبارك، وقعد يقول سلبيات حسني مبارك. بس الراجل ربنا يبارك له اذا كانت نيته خير راح قايل حاجه حلوه قوي. قال لي اسمها ايه عسل دي، لبنى عسل. لا بس عشان ما اكونش ظالم برضه هقول اللي ليا واللي عليا، يعني اللي شفته كده وكده. بصوا قال ايه بقى. شوفي هقول لحضرتك انا هجاوبك على سؤالك، يعني عشان بس ما تقوليش ان انا هبعد عن السؤال، لكن قبل ما اجاوبك عن سؤالك لازم اقول حاجه حتى يعني لا اشعر بتأنيب للضمير. الرئيس مبارك لم يكن رئيسا سيئا على طول الخط، يعني ولذلك يجب علي ان اروي واقعه يعني تبين اعتزازي بموقفه في هذه الواقعه. الواقعه ديت انه اذكر بعدما تعرض لمحاوله اغتيال في اثيوبيا وكان واضح دور السودان فيها، قرأت بنفسي، شوف بقى دي واقعه، انا بقول واقعه مش معلومه، خطاب وصله من الرئيس كلينتون. الرئيس بيقول له كده حسني، وكان يخاطبه باسم حسني بيقول له انا مش فاهم انت ليه مش عاوز تغزو السودان؟ دول حاولوا يقتلوك، دول رتبوا لقتلك، ادخل وخلص موضوع كان ايامها الترابي والجبهه الاسلاميه والى اخره. وكان الرئيس في هذا الموقف واضحا تماما، وهو انه لن يهاجم دوله عربيه. هذا الموقف انا بقوله لان برضه من الحاجات اللي شفتها، ما اقدرش اخفي شيء ايجابي وشيء سلبي. يعني مبارك رفض كلام كلينتون، مبارك رفض كلام كلينتون، مبارك طلع مش عايز يحارب اي دوله عربيه،
ولا يعادي اي دوله عربيه. يعني مبارك لو عامل الامريكان كان يستغل دعم امريكا ليه في الفتره دي وغزا السودان زي ما قال كلينتون، صح؟ لكن مبارك بفضل الله شريف، بيحب مصر وبيحب الوطن العربي من افعاله ومن اعماله. مش انا اللي بقول، هو انا اللي بقول يعني انا اللي بقول ولا ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ انا اللي بقول ولا مين ده اللي بيقول؟ ده راجل طالع يقول سلبيات حسني مبارك. لو انا حابب اتكلم في حاجات مش بتاعتي مش تخصصي، يعني مثلا الاقتصاد اللي انهار اللي بيقولوا عليه انهار، لازم نشوف واحد بيفهم في الاقتصاد يتكلم في مجاله، ماشي؟ ممكن اتكلم بس نبذات مختصره بسيطه سريعه. في التعليم اللي عمالين يقولوا ده حسني مبارك بوظ التعليم 30 سنه، هم بيقيسوا التعليم بايظ ولا كويس ازاي؟ لو احنا جينا نقيم ال 30 سنه اللي فاتوا في مشاريع وبنيه تحتيه والكلام ده كله، انا عايز حد يقول لي حاجه عكس اللي هقوله دلوقتي. لو احنا جينا نقيم حسني مبارك عمل ايه؟ هو حسني مبارك عمل ايه؟ مش هم بيتهموه ان هو حرامي؟ هو حرامي. طيب احنا عايزين نشوف حسني مبارك سرق مصر ازاي في 30 سنه زي ما هم بيقولوا. اما كنتش هتحرك بسرعه وابني كهرباء كميات كبيره، اصلح المرافق، اوجد محطات ميه، نبني مساكن، نعمل طرق، نعمل تليفونات، نصلح سكك حديد اللي كانت خربانه، لن يكون هناك استثمار. كل اللي قاله حسني مبارك في الفيديو ده عمله وفضل يعمل فيه لغايه اخر لحظه هو ماشي فيها، صح؟ الدليل الخط الثالث بتاع المترو، ما هو ده معمول في عهد مين؟ مش معمول في عهد مبارك برضو؟ المهم، طب لو كانت كل المدن الصناعيه دي اللي اتبنت في عهد مبارك، وكل المشاريع اللي اتعملت من مصانع اتعملت في عهد مبارك، وكل المدارس اللي اتبنت في عهد مبارك، وكل المدن الجديده السكنيه اللي اتعملت في 30 سنه اتعملت في عهد مبارك، وكل مشاريع الصرف الصحي والميه والكهرباء والتليفونات والغاز اتعملت في عهد مبارك، وتيجي تقول لواحد هو حسني مبارك عمل الحاجات دي كلها مش بتتكلف فلوس؟ يقول لك فلوسنا، فلوس الشعب. جميل قوي، يعني هو بيبني البلد بفلوس الشعب، امال هو سرق ايه؟ لو المشاريع دي كلها والحاجات اللي انجزها في 30 سنه كلها اتبنت بفلوس الشعب، هو الشعب عنده فلوس ثانيه اكتر حسني مبارك سرقها؟ يا شعب غني للدرجه دي؟ طيب بفرض ان الشعب غني للدرجه دي وان حسني سرق الفلوس دي اللي انت بتقول عليها، في حد معاه اثبات ان هو سرق؟ مش الجارديان الانجليزيه كذبت عليكم وصدقتوها زي المغفلين وقالت ان هو عنده 70 مليار؟ انا مش فاهم اللي دلوقتي عمال يقول فلوسنا فلوسنا فلوسنا، ما تروحوا تتخانقوا مع الجارديان تقولوا فين الادله اللي تثبت ان حسني مبارك عنده 70 مليار دولار. هو انتوا بتتساقوا بس وتشتموا الراجل، تتساقوا وتشتموا الراجل، حلاوتكم. لو جينا نبص على الازمه الاقتصاديه اللي حصلت في 2008، ناس كتير قوي اتاثرت بيها، امريكا اتاثرت، اوروبا اتاثرت يا باشا، الشركات فلست مش اثرت بس، ورجعت ناس من الامارات ومن الكويت ومن السعوديه، مصريين صح؟ رجعوا عشان صفوا، ومصر بفضل الله ما اتاثرتش في 2008. يجوا الجهابزه بتوعنا الجامدين في الاقتصاد الدولي يقولوا لنا اصل مصر ما فيهاش اقتصاد، اصل مصر دوله فقيره اقتصاديا، اصل مصر دوله ما عندهاش اقتصاد اصلا قوي. طيب عايزين واحد بقى خبير اقتصادي يطلع يتكلم ويشرح للناس حقيقه ان مصر دوله اقتصاديا هبله وعبيطه، ولا ايه الموضوع بالظبط في الموضوع ده؟ المهم اللي انا عايز اقوله ان كل الانجازات اللي اتعملت في 30 سنه انتوا عايزين تمحوها. انا بقول كده ليه؟ انا بقول كده عشان ان شاء الله في المستقبل كل المصريين يشهدوا على اني واحد من الناس اللي قالت انها بتحب حسني مبارك لله في الله، لانه عمل حاجات كتير قوي تخدم الدين والوطن، كل دوت هيبان في المستقبل. وإن كل مواطن مصري على أرض هذا البلد أنني لن أسمح تحت أي ظرف من الظروف أن يعتدى على شبر واحد من أرض مصر. مش هيعدي 24 ساعة إلا لما أكون خدت حق بلدي بإيدي فورا، وعندي القدرة الكافية أن أنا أقدر على هذا.